بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جايه لكم النهارده في فيديو جديد. بقى ايه، كنت مشغله الغساله فقلت ايه هنشر بقى. تمام. اتمنى كده تدعميني كده باللايك والاشتراك كده بالقناه. نشوف بقى الغسيل. خلاص بقى انا ايه نشرت الغسيل خلاص، اسيبه بقى يتحرك كده. تمام حضراتكم تاني دلوقتي بعد ما غسلت الغسيل ونشرته. جبت نص فرخه بقى، نقعتها في شويه دقيق وطماطمايه وجنزبيل وسكر وملح عشان تنزل الدم بتاعها وليمون طبعا. تمام. ومعايا نص كيلو كوسه قطعتها، ومعايا طماطم حطيتها في شويه ميه كده ايه، مجرد هتدبل هضربها بالهاند بلندر. معايا بقى شويه مواعين، هغسل المواعين معاكم. اتمنى كده تدعميني كده باللايك يا حبايبي، كده باللايك والاشتراك كده بالقناه. تمام. كان بقيت مواعين بتاعت فطور يعني. لحضراتكم تاني دلوقتي انا بقى ايه غسلت الميكا يعني المواعين بتاعتي، اشطفهم لغايه لما اجي بقى اجيب ان شاء الله ستاند كده. ربنا يسهل. الستاند بتاعي هنا باظ فايه جبت ستاند باذن الله. اتمنى كده تدعموني كده يا حبايبي باللايك والاشتراك كده بالقناه. عايزه القناه تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. الليمونه دي ايه اللي حاطينها هنا. عفوا بقى ايه الموبايل هيفصل، ارجع لكم تاني نكمل الروتين بتاعنا. الموبايل بس يشحن. اتمنى كده تدعموني كده باللايك يا حبايبي. دي مواعين كانت ايه بتاعت الفطور يعني، كنت صورها. تمام. بسم الله الرحمن المواعين خلاص. غسلت بقى الكوسه والفراخ طبعا ايه غسلتها بالمحلول بتاعها. تمام. وهعمل هنا الكوسه بتاعتي. تمام. والحله دي عامل فيها شويه رز. وطبعا ايه ضربت الصلصه بالهاند بلندر، ومعايا بقى توم وبصل اقطعه. تمام. عشان الاكله بتاعتنا. رجعت لحضراتكم تاني. بشرت البصلايه. تمام. هدعكها بقى بفلفل اسود وملح وبهارات فراخ. تمام. وهتبل بيها الفراخ بتاعتي. ومعايا بصلتين بقى وتوم ديت للكوسه بتاعتي، هحطها على الكوسه ني في ني، ان انا هعملها ايه معلقه زيت واحده. تمام. وهنقلبها كويس جدا وهنتبل بيها الفراخ بتاعتنا اهي خلاص بالفلفل الاسود والملح وبهارات الفراخ. بتدي طعم جميل قوي للفراخ. معايا الكوسه بتاعتي نص كيلو. معايا بقى ايه البصل والثوم. انزل بالبصل والثوم كده ني في ني على طول، وادعكها بالفلفل الاسود والملح ومعلقه زيت واحده بس او معلقه سمنه زي ما انت عايزه. وهنحط الصلصه عليها. لحضراتكم هحط بقى الفلفل الاسود وملح والبابريكا، وهنقلبهم كويس واحط معلقه زيت واحده بس. اني هعملها ني في ني عشان اعملها صحيه شويه. تمام. هاخد معلقه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد معلقه زيت بقى، معلقه الزيت خلاص. تمام. وهحط الفراخ بتاعتي هي تستوي معاها بقى.
تمام. وهنزل عليها بالايه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل عليها بالطماطم بتاعتي بعد ما اصفيها. بصوا هحطها بقى في الفرن. طبعا الطماطم بتدي طعم حلو قوي وبتدي لون حلو قوي للفراخ. شويه رز هنا حبه صغيره بقى، انا مش هاكل من الرز ده عشان ده ايه الدايت وكده. هعمل حله صغيره كده بالفراخ اهي، معلقه زيت واحده وطبق السلطه والرغيف عيش سن. هاخد الربع بتاعي مع حبه السلطه مع حبه الكوسه بتاعتي تمام. وهنا عملت لهم رز بقى، رز ابيض. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى كده يعجبكم. لو عجبك الفيديو دعميني كده باللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.